يا مساء الفل والجمال، عاملين ايه؟ انا في العادي لما بعمل فيديو اشرح فيه الاوبشن بتاع عربيه بحط دايما اهم 5 مميزات في العربيه، بحيث ان واحده او 2 من المميزات دي تلمس قلبك فتقول ان العربيه دي بتاعتك فتجيبها. لكن الحقيقه في العربيه اللي معايا العكس تماما هو اللي هيحصل. لازم يكون عندك انت 5 متطلبات في العربيه اللي انت بتحلم بيها وبتفكر تجيبها، فلو ال5 دول موجودين عندك هقول لك هات العربيه دي باكتساح، لان دي احسن عربيه تجيبها فيها المتطلبات بتاعتك. طيب لو في اختلاف في متطلب 1 أو 2 من ال5 دول يبقى العربيه دي ما تناسبكش. فتعال اقول لك بقى ايه ال5 متطلبات اللي لازم يكونوا موجودين عندك من جواك، عشان ساعتها اقول لك هات العربيه دي باكتساح، علشان ما فيش عربيه تانية هتحقق لك المتطلبات دي. يلا بينا. اول حاجه خلينا نتكلم ان العربيه دي بتوفر لك حاجه اسمها الاعتماديه. العربيه دي ياباني بس بتتصنع في مصنع ميتسوبيشي اللي موجود في اندونيسيا، يعني تقدر تعتمد عليها. مشاوير صعبه، استهلاك حلو جدا في البنزين، وكمان قطع الغيار موجوده في كل حته، وكمان ما فيهاش اعطال. العربيه دي 7 كراسي، فانت لازم تكون بتدور على عربيه 7 كراسي عشان ساعتها اقول لك خد العربيه دي، علشان فيها 7 كراسي. عربيه عائليه من الدرجه الاولى، فيها اوبشن بسيط، ما فيهاش تكنولوجيا معقده. يعني مثلا عربيه فيها اضاءه LED، عندك جنوط سبور لونين، عندك الكيلس انتري، طبعا ازاز الكهرباء، الكراسي القماش، عندك هنا المرايات الضم الكهرباء، نظام الثبات الالكتروني، عداد ديجيتال، مثبت سرعه، وعندك كمان كاميرا خلفيه يعني ما فيهاش حساسات خلفيه، تكييف ديجيتال، فرامل يد كهرباء، واوتو هولد، تكنولوجيا بسيطه، وطبعا الستارت ستوب. فلو تكنولوجيا بسيطه في العربيه يبقى العربيه دي مناسبه ليك. التوفير في استهلاك البنزين، العربيه دي بتمشيك 15 كيلو في اللتر الواحد، وطبعا مواصفات خليجيه يعني التوفير، بالاضافه الى ان العربيه دي عاليه عن الارض، وده هيوفر لك ان انت تمشي في الطرق المكسره والمطبات الغريبه اللي موجوده عندنا في مصر. اخر حاجه في المتطلبات بتاعتك ان انت تكون بتدور على عربيه سعرها حنين والوديعه بتاعتها حنينه هي كمان. العربيه دي ثمنها 68,000 درهم شامل الشحن لمصر، والوديعه بتاعتها 4,500 دولار بس. سعر حلو، العربيه اعتماديه ما فيهاش تكنولوجيا معقده، وسهله وموجوده في مصر، وقطع غيارها موجوده، وكمان صيانتها ما فيش ولا احسن ولا اروع من كده، وكمان استهلاك البنزين ما فيش احسن من كده. هقول لك اخر مره ومن غير مبالغه في الكلام، عايز عربيه حرفيا اقتصاديه وعربيه اعتماديه وعربيه موفره وقطع غيارها موجوده ومعاك موافقه استيراديه، يبقى تجيب العربيه دي. ولو عايز اي عربيه ثانيه كلمني على الرقم اللي موجود قدامك على الفيديو.